عارفين الإنسان منا اللي وراه الصبح شغل عايز يسلمه الصبح مثلا لمديره، وهو لا ينشغل به، ما يقعدش بيفكر وده هعمله ايه، والرسم الصناعي ده هيجي ازاي، وهقدمها ازاي، وهدخل الساعه كام، وهبقى لابس ايه. لو ما عادش يفكر يسموه الناس بالحماقه. اول سؤال بيتقال له ايه؟ امال انت كنت طول الليل قاعد بتعمل ايه؟ مش كده ولا لا؟ طول الليل قاعد بتعمل ايه لما انت صاحي الصبح مش جاهز؟ فهو كذلك لازم ينبغي أيها الإخوة، وإحنا داخلين على الامتحانات أهو والأجازة، ينبغي أن تقنع نفسك أنها ليست في أجازة. ما عندناش أجازة، ربما يكون عندنا ترويحة من قلب الشريعة، إنما أجازة يمكث المرء تنبلا خاملا طفيليا، لا ما عندناش. إنما الحياة كلها إعداد للحياة الحقيقية. عند أول سكرة للموت تكشف الغفلة، كما سيأتي من كلام ابن القيم. أول ما تعاين، بس أول ما ينزل بك الموت تكشف الغفلة. الغفلة يعني إيه تكشف الغفلة؟ هذا القناع الذي وضع على القلب من سوء أعمالنا، فجعل القلب سادرا في غيه، نايم فيكشف عنه. تدخل على الميت وانت بتغسله تلاقيه مصدوم في موتة كده، تدخل عليه تلاقيه نايم استقبل الموت بهدوء. وفي ميت تدخل عليه تلاقيه مصدوم مدهوش، تلاقيه مبرق كده، تحس ان ملامحه بتقول انا خفت، انا اتصدمت. ليه؟ لانه لم يعمل له حسابا. قال بعضهم دخلت مسجد الكوفة فرأيت رجلا فيه شيخا عجوزا، قال أنا هنا يا بني منذ 30 سنة أنتظر الموت. يعني إيه أنتظر الموت؟ يعني جهزت خلاص، مستني، أنا كده جاهز. فاطمة بنت عبد الملك بتقول لما حضر الموت عمر بن عبد العزيز دخلنا عليه فوجدناه يقول اخرجوا عني الآن. دخلوا عليه يقعدوا معاه شوية ويونسوه، فقال اخرجوا عني الآن. ثم دعا بغلام له قال أنت سممتني أليس كذلك؟ غلام كان حط له سم. قال بلى يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال أموال وديون ووعدوني بسدادها وعتقي. فقال اذهب لا أبا لك في مكان لا يراك فيه أحد، خلاص أنا عفيت عنك. هل أخذت منهم مالا؟ قال نعم. قال رده إلى بيت المال، إياك أن تدفع منه بشيء، هو بيموت. قال لي زي ده يستقبل الموت، ما هو قاعد بقى جاهز نفسه. ثم قال اذهب لا أرى لك وجها، روح في حتة ما حدش يشوفك فيها. فانطلق الغلام. قالت فاطمة فأغلقنا الباب دونه وجلسنا على الباب، فسمعناه يقول مرحبا 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 بوجوه لا هي وجوه إنس ولا هي وجوه جن، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم سكت. قالت فدخلنا عليه فوجدناه أغمض عينه وتوجه إلى القبلة. ده بقى قاعد يعد، أثمرت له الحياة. إنما الغافل يقول يا ويلها لو أسمعنا الله ذلك لمتنا، يا ويلها أين تذهبون بها؟